السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أول مشجع للسيراميكا، والنهاردة جاي أقيم لعيبة سيراميكا في ماتش طلائع الجيش. طبعا أنا ما لقيتش ورق أكبر من كده. يعني ما لقيتش. الميزانية على القد يا جماعة، الميزانية على القد، فأنا قلت إيه يعني، ما لقيتش غير ده. يعني أنا مش جاي أقيم، ده ويتر يا جماعة. أنا جاي ويتر النهاردة. خلاص ما تبصش كتير، ما يعني طب هعمل إيه، ما لقيتش غيرها. المهم، معانا اللعيبه ومعانا التشكيله كامله اللي بدأ بيها كابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر بدأ في الماتش بمحمد بسام في حراسه المرمى، وبدأ بمحمد عادل على اليمين. من ساعه ما احمد هاني اتصاب ومحمد عادل هو اللي بيلعب ناحيه اليمين، فبالنسبه لي ما عنديش مشكله خالص في نقطه محمد عادل دي. وبدأ بكريم الدبيس اللي اتصاب للاسف، وبدأ ساعتها بسعد سمير ورجب نبيل، وبدأ بعمرو السولية واحمد بالحاج، وبدأ بمروان عثمان وفخري لقاي واسلام عيسى وايمن موك. طيب نبدأ في التقييم يا جماعة. بالنسبة لي محمد بسام كده كده موجود، وبصراحة يعني بيدي طمأنينة للدفاع كله. الراجل ما شاء الله ما شاء الله ثابت، راجل واقف شجاع، اسد واقف في حراسة المرمى، الله اكبر عليك يعني. ما جاتش عليه كور كتير مثلا، يعني مختبرش كتير، بس في العرضيات كان بيطلع بصراحة كتير قوي. فيعني نديله مثلا 8 من 10. 8 من 10. كابتن محمد بسام عالمي عالمي دولي. على اليمين محمد عادل عامل ماتش عالمي عالمي عالمي، عامل ماتش حلو قوي يا جماعه، حلو قوي. محمد عادل اخر فتره من ساعه ما احمد هاني اتصاب كان عندي مشكله في ان مين هيلعب مكان احمد هاني، مين هيأدي دور احمد هاني. احمد هاني بالنسبه لي كان مهم جدا ناحيه اليمين، فمحمد عادل ادى الدور ده واداه بجداره، فما شاء الله عليك يا محمد عادل. 9 من 10. 9 من 10 مفيش كلام. سعد سمير جاب جون، اداء عالمي، قاطع كرات، راجل واقف على رجله ثابت. الراجل تحس ان هو لسه ايام افريقيا بتاعت زمان بتاعت الاهلي. فالراجل بالنسبه لي 9.5 من 10. الحنك مش هديك 10 من 10. الحنك مش في حنكه في الموضوع فيه حنكه، ما تتكلمنيش في حاجه. كشكول صغير والراجل انا ايه انت فاكرني بلعب؟ كشكول صغير وفي ويتر بيقيم دلوقتي، لا بجد والله يا جماعه. سعد سمير عالمي يعني. بس 10 من 10 دي كتير يعني. المهم المهم يا جماعه، عندنا كان جنبه رجب نبيل، ده التوب ده احسن من احسن مدافعين مصر في اخر سنتين ثلاثه. نخليها الموسم اللي فات والموسم ده، اخر سنتين. اخر سنتين رجب نبيل عالمي. 10 على 10. لا مش هديله 10 على 10 عشان حنك، هديله 9 من 10. 9 ونص من 10 بتاعت سعد سمير عشان جاب جون. فرق ايه ده؟ طب ما سعد خد 9 ونص من 10 ورجب هياخد 8 من 10. رجب نبيل 8 من 10. رجب نبيل عشان سعد جاب جون فيبقى اكتر منه شويه. كريم الدبيس للاسف اتصاب، يعني اتصاب ملوش تقييم، بس يعني على اللي لعبه، تقريبا هو لعب حوالي تلت ساعة تقريبا. على اللي لعبه ممكن نديله 7 من 10. إصابة يعني، كتر خير الدنيا يا كريم والله. عندنا عمرو السولية. عمرو السولية الأسطورة. المهم، السولية بالنسبة لي ما كانش زي كل مرة، بس ما راجل 8 من 10. لا 7 من 10. 7 من 10 يا سولية. 7 من 10. يعني ما اقدرش اقيمك والله العظيم، انت البص، لكن مش زي كل مره، مش زي كل مره. احنا اتعودنا على حاجه، فاهم يعني؟ انت طموحنا بقى كده، فالنهارده طموحنا مثلا، يعني احنا طموحنا كان كده، طموحنا النهارده كان كده. مش بعيد يعني، مش قليل، بس احنا اتعودنا على كده فبقينا كده. مش كده. انت اكيد فهمتني يا كابتن عمرو، اكيد. 7 من 10. 7 من 10. دولي عالمي مفيش منه. عندنا بالحاج النهارده عامل ماتش عالمي قوي قوي. 9 من 10. اللعيبه كلها 9. ايه ده ايه ده؟ محنك بقول لك. عندنا اسلام عيسى رجل المباراه. 10 من 10. 10 من 10. في كرة ضيعها، الانفراد اللي ضيعه كان المفروض يلعبوا لتحت لمروان جنبه، كان في مروان وكان في ناس كتير تحت جنبه، كان المفروض يلعبوا، ما رضاش يباصي والشاطها في الجون. بس رغم كل ده 10 من 10. رجل المباراه عالمي. معانا مين تاني؟ معانا ايمن موك. انا بحبك. 6 من 10.
انا بحبك، راجع نفسك. مروان عثمان 10 من 10 يا جماعه، 10 من 10. ايه ده؟ ايه يا جماعه الواد ده؟ الله اكبر عليه، احسن لعيب في مصر، احسن لعيب. تدخلش، مالكش دعوه، مش عاجبك، مش شايف انه احسن لعيب في مصر، اقلب الفيديو، اقلب. فخري لقاي، فخري راجع نفسك، ولا هنك بالانجليزي repeat yourself. ها فخري repeat yourself يا فخري. فخري لقاي نديله ايه؟ هتاخد زي ايمن مك. ايمن مك 6 من 10. انتوا الاثنين 6 من 10. الحمد لله، مكسب بالنسبه لي، مكسب مهم قوي 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 قوي. صداره الدوري حاجه بالنسبه لي مرعبه ان تحصل. صداره الدوري، الاهلي عنده مؤجله، لو كسبها يبقى فرق نقطه بيني وبينه. بيراميدز عنده 3 مؤجلات، لو كسبهم يبقى فرق 3 نقط بيني وبينه. بس انا دلوقتي موجود يا جماعه في صداره الدوري، بتكلم في اللي فيه دلوقتي. خلينا افرح، خلينا اتبسط، ما تبصليش في الفرحه يا اخي. اتبسط وافرح واقول ان انا متصدر الدوري واتبسط، ما فيهاش اي مشكله خالص. وبس، عقبال يا رب ما نكسب كل الماتشات باذن الله، ونكسب الدوري ونكسب السوبر ان شاء الله يا رب. شكرا، سلام.